يا ثور، لو 2025 جابتلك لحظات شك أو بطء في المشاعر، ف 2026 هتديكي الإحساس اللي كان ناقصك. يمكن علشان تعبتي من العلاقات اللي نصها كلام ونصها خوف، ويمكن لأنك خلاص وصلتي لمرحلة في حياتك بقيتي فيها محتاجة حاجة تطمنك، مش حاجة تهزك. سنة 2026 بتقف قدامك زي شروق الشمس الهادي، مش صاخب، مش مستعجل، لكنه ثابت ودافي. السنة دي هتحمل تغييرات بطيئة، تغييرات بتستمر وبتسيب أثر طويل. الحب في 2026 للثور مش مجرد مشاعر سطحية لانجذاب وفراشات في المعدة. السنة دي هتكون للثور شفاء والتزام أعمق، فرص حقيقية للجواز وإشارات توأم الروح اللي ممكن تغير حياتك العاطفية بالكامل. الثور بطبعه مخلص وثابت وحسي بعمق، بيعرف يبني الثقة خطوة خطوة، وبيدي قلبه بالكامل لما يقرر يثق. السنة دي طبيعتك دي هتبقى قوتك السرية، السر اللي هيخلي علاقاتك أكثر عمقاً وثباتاً من أي وقت فات. الألم القديم ممكن يلين، الروابط اللي طولت هتقوى، والإشارات اللي بتلمح لتوأم الروح هتبان أوضح من قبل. السنة دي هتمشي بيكي خطوة خطوة، هتبدأ بالاهتمامات الجديدة، مروراً بالعلاقات الجادة والزواج، ووصولاً لتوأم الروح أو شريك حياتك. الكواكب الخارجية بتأثر في طريقة عطائك وتلقيكي للحب. التحولات البطيئة هتخليكي تعرفي تقدري نفسك أكتر وتطلبي من العلاقات اللي تستاهل فعلاً. هتحسي بانجذاب أقل للدراما وانجذاب أكبر للرعاية الهادية والصدقة. 2026 بتبدأ كصفحة جديدة للثور، سنة شفاء جروح الحب القديم وقضايا الثقة اللي ممكن تكون خدت من عمر البعض عشرات السنين. كتير من مواليد الثور عنده ذكريات عميقة، من خيانة لفقدان أو شخص غادر فجأة. يمكن بقيتي مع حد ما قدرش يقابلك بالشكل اللي تستحقيه. السنة دي القصص القديمة دي هتطلب منك إنها تتشاف وتتفهم وتتلين. يمكن تحسي بانجذاب نحو الكتابة في اليوميات أو الحديث من القلب مع صديق. الدموع ممكن ترجع بسبب ذكريات كنت فاكرة إنك تجاوزتيها، ومفيش حاجة هنا خطوة لورا. ده زي تنظيف الجرح لحد ما يقدر يقفل أخيراً. لما تسمحي لنفسك تحسي بالألم وتسميه، حاجة جواكي هتفتح، هتوقفي لوم نفسك على الماضي، وهتبدأي تصدقي إن الحب ممكن يكون لطيف معاكي. مع بداية 2026 هتحسي بارتفاع هادي في تقدير الذات. هتفتكري إن وقتك وجسدك ووفائك ليهم قيمة. هتقولي لأ للحب غير الجاد، ولأ للإشارات المختلطة، وللناس اللي بيظهروا بس لما يحسوا بالملل. هتبحثي عن حد يظهر لما يقول إنه هيظهر، ويرد على رسايلك من غير ألعاب. الحدود الأوضح دي ممكن تجيب شوية توتر في الأول، وبعض الأشخاص ممكن يبعدوا لما تطلبي الاحترام، وده طبيعي. كل لأ بتقوليها للحب قليل الجهد هي نعم لربطة أقوى وثابتة لاحقاً. 2026 مش عن نتائج سريعة، السنة دي عن اختيارات ثابتة واحدة ورا التانية. تختاري الحديث الصادق بدل الصمت، تختاري الراحة بدل مطاردة رسالة نصية، وتختاري شركاء يخلوكي ترتاحي في جسمك وقلبك بدل ما تحسي بالتقييد أو القلق والتوتر. التغييرات هنا بطيئة لكنها دايمة، زي طبقات تبني علاقة أقوى، سواء في الجواز أو الروابط العميقة. الصبر بيكافئك، وكل خطوة صغيرة بتكبر مع الوقت. أما العزاب فالسنة دي هتركزي على جودة البشر اللي بتدخل حياتك. ممكن تتكلمي مع ناس أقل، لكن اللي هتقابليهم هيكونوا أهم بكتير. الطاقة حوالين الرومانس الجديدة هتكون مختلفة، هتكون لطيفة وناضجة. أوائل السنة ممكن تبان كاستعداد، نص السنة هيجيب فرص واعدة، وفي آخر السنة هتقدري تحددي مين اللي فعلاً له جذور في حياتك. هتجذبي ليكي أشخاص أكثر ثباتاً ووعياً بالنفس، يقدروا الراحة والمنزل والمتعة البسيطة، وممكن يكون فيهم حد روحي، فضولي عن الأحلام والطاقة أو مهتم بالشفاء. واللقاءات دي غالباً في الواقع مش على الإنترنت. في الشغل معارف مشتركة، كورسات أو هواية جديدة هتدخليها حياتك السنة دي، زي الرياضة أو حاجة فنية هتعمليها بإيدك. وهتلاحظي إن سحرك الطبيعي بيزيد لما تحسي بالأمان والصدق مع نفسك. القلب السنة دي مش عايز المتباهنين، بينجذب للعيون الدافية، الإيدين الحنونة، والناس اللي فاكرة التفاصيل الصغيرة اللي بتشاركها. المواجهة هتبقى بهدف، مش معناه إنك ما تستمتعيش بالمغازلة،
لكن مش هتضيعي وقتك على حد مش بيبذل مجهود. هتسألي أسئلة مباشرة: إيه اللي عايزاه في السنوات اللي جاية؟ إزاي بتتعاملي مع المشاكل؟ النبرة هتكون خفيفة وصادقة. هتلاحظي العلامات التحذيرية بسرعة. التواصل الضعيف، عدم احترام وقتك. هتدي الثقة ببطء. وخلي التجارب والكلمات الثابتة تتنظم قبل أي خطوة كبيرة. دايما اسألي نفسك: هل الاتصال ده بيخليني حاسة بالأمان في جسمي؟ لأن جسمك مش هيكذب. لو ليكم في القراية، اقرأوا كتاب جسمك يتذكر كل شيء للدكتور بيسل فاندر كولك. وفي 2026 المواجهة عند الثور هتحمل إحساس بالمفاجأة. أحياناً محادثة عشوائية في كافيه تتحول لحاجة لطيفة، أو صديق يقدم لك شخص تحسيه مألوف من أول لحظة بطريقة غريبة. حتى المواجهة على الإنترنت ممكن تجيب لك فرص، خصوصاً لو كنتي واضحة في الملف الشخصي. السطور القصيرة والصادقة عن قيمك وأسلوب حبك هتجذب حد يشاركك نفس الاهتمامات ويقدر الصراحة والصدق. وبعد مواليد الثور ممكن يشوفوا عودة حب قديم. مش كل عودة يعني لم الشمل. أحياناً شريك قديم بيجي عشان يساعدك على غلق قصة من الماضي بوضوح. وأحياناً بعد ما كبرتوا وتعلمتوا، الفرصة التانية تبان أكثر هدوءاً وحكمة. لكن قبل ما تدي موافقتك، اسألي نفسك: هل جسمي مرتاح؟ صوتي الداخلي مطمن؟ لو حسيتي بتقل أو ضيق، خدي خطوة لورا وخلي المسافة موجودة. أما الثور اللي فعلا مرتبط أو متجوز، السنة دي هتكون مليانة اختبارات ومكافآت. 2026 هتسألكم: هل العلاقة دي مبنية على المدى البعيد؟ وبعدها هتخلي أحداث الحياة الحقيقية تجاوبكم. ممكن تظهر اختيارات حوالين الفلوس، البيت، خطط العيلة أو أهداف مشتركة. الطريقة اللي هتتعاملوا بيها مع الأمور دي هتشكل الفصل الجديد من حياتكم العاطفية. السنة دي هتحسي بجذب أقوى ناحية البيت. هتطبخي بمتعة أكتر، هتخططوا الفرجة على مسلسل أو ماتش سوا في البيت، أو هتغيروا ديكور في المساحة المشتركة هتحسوا فيها الهدوء والراحة أكتر من الأول. الطقوس اليومية الصغيرة زي القهوة الصباحية سوا، أو هتنزلوا تتمشوا بالليل من غير أي هدف غير شم الهوا سوا، هتبني إحساس بإن إحنا، إحساس ثابت ومريح. طيب، هل كل حاجة هتبقى سهلة؟ مش دايماً. بعض الأزواج ممكن يواجهوا توترات قديمة، مواضيع عن السيطرة، الغيرة، ساعات الشغل، أو حتى مصاريف البيت. أوقات هتلاقي نفس الخناقات القديمة بترجع. بس السنة دي فرصة. بدل ما تقفلي أو تنفجري، جربي محادثات أوضح، جلسات علاجية، أو حتى قواعد بسيطة تخليكم الاتنين مرتاحين. وفي بعض الحالات هتحسي إن العلاقة دي مش قادرة تكبر معاكي. لو الرابطة بقت باردة أو بعيدة، السنة دي ممكن يكون الوقت اللي لازم تقرري فيه الانفصال. الاختيار صعب ومؤلم، لكن ساعات الحرية دي بتفتح لك الطريق لحب أكثر لطفاً وتوافق. أما لو العلاقة قوية، السنة دي هتدعم الخطوات الثابتة: خطوبة، عيشة مع بعض، تجديد الوعود، أو حتى التخطيط للبيت أو العيلة. الشخص اللي بيساعدك في الحياة اليومية، يحترم شغلك، ويحضنك لما يكون اليوم صعب، ده الحب الحقيقي في 2026. وعلى مستوى أعمق، 2026 ممكن تظهر لك شخص يديكي شعور بالهدوء والدعم، كأنه بطانية ناعمة حوالين قلبك. شريك الروح ده بيكون مراية ليكي، بيوريكي الظل والنور جوه نفسك، وبيحفزك على النمو السريع. السنة دي العلاقة دي مرتبطة بالشفاء، احترام الذات، وفهم صوتك الداخلي أكتر من أي وقت فات. ممكن تلاحظي علامات صغيرة حواليكي، أرقام مكررة زي 11 أو 222، أغاني أو أسماء تظهر في اللواءات المهمة، أحياناً أحلام عن شخص ما شفتيش قبل كده، أو إحساس مألوف كأنه بيت. مش كل العلامات وعد أكيد، لكنها لمسات لطيفة بتقولك أنتي على الطريق الصح. الدرس الكبير اللي هيتعلمه الثور في 2026 هو: تحب من قلبك، بس من غير ما تفقد نفسك. تحب من غير ملاحقة، تحب من غير توتر. الحب اللي يستحقك مش محتاج منك توسل، اللي ليك حقيقي هيوصل لوحده. 2026 هو عام التقدم البطيء الثابت والعميق في الحب. جروح الحب القديم ممكن تلتئم، الثقة ممكن تتبني من جديد، وإحساسك بذاتك ينمو بجذور عميقة وما يقدرش حد يهزه. في العلاقات القائمة والزواج بتاخدي قرارات شجاعة لما يكون مطلوب. وفي النهاية، خدي النصيحة دي كتوجيه لطيف: قلبك وجسمك أكتر حد يعرف اللي يناسبك. اثقي ببطء وبواترتك،
بثقة قلبك وحقك في الحب الحقيقي والدائم. مش بتطلبي كتير، بتطلبي بس اللي كان مقدر ليكي دايما تكوني جزء منه. سنة سعيدة عليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.